عارفين ايه اكتر مسلسلات بتجذب الاتراك وبتحقق نسب مشاهده عاليه جدا؟ ايه نوعيه المسلسلات اللي بتتكلم عن المراه او قضايا المراه؟ وده لان قصص المسلسلات دي بتاثر في الستات بشكل كبير وكمان بتلهمهم. مثلا هلاقي مسلسل زي مسلسل بهار اللي حقق نسب مشاهده عاليه جدا، نلاقي شخصيه بهار فيه بتلهم الستات ان لو مهما عدى سنين انت تقدري ترجعي لشغلك وشغفك مره تانية، تقدري تحققي احلامك في اي سن انت عايزاه. وانا شخصيا ده كان من اكتر المسلسلات اللي اتاثرت بيها جدا وانا بتفرج عليه. مسلسل زي حياتي الرائعه اللي حقق نجاح كبير قوي، هنشوف فيه شخصيه زي شخصيه سهام، ست قدرت تبني نفسها من الصفر، حولت نفسها من ست فقيره مش جميله ما عندهاش ثقه بنفسها، ست واثقه في نفسها وواثقه في جمالها. مسلسل زي مسلسل الكذبه بنشوف فيه شخصيه مليكه ازاي بتقدر تتخطى الظلم اللي عاشته، ازاي هتقدر تقف على رجليها مره تانية وهيبقى عندها الشجاعه ان هي ترجع بنتها اللي اتخطفت منها من سنين. فعلا ما بتبقاش مسلسلات عاديه او قصص عاديه، فعلا لا اراديا بتاثر فيك وانت بتتفرج عليه. عشان دايما بتسالوني انت بتتفرجي على مسلسلات تركيه فين؟ كل المسلسلات دي تقدروا تلاقوها مترجمه ومدبلجه للعربي على ابلكيشن فيو، وده كله بيبقى مقابل اشتراك رمزي بسيط جدا، تقدروا تتفرجوا على مسلسلات من غير اي فواصل اعلانيه. وكمان شغلوا التطبيق على 5 اجهزه مختلفه، كمان تحملوا اي حلقه وتتفرجوا عليها في اي وقت تاني من غير نت. فعاوزاكم تحملوا التطبيق وتقولوا لي هتبداوا بأنهي مسلسل من المسلسلات دي.